من شهر على كاس العالم واحنا لسه ما عملناش اي حاجه، بس النهارده ان شاء الله اول حلقاتنا قبل كاس العالم، وباذن الله هيبقى في حلقتين على الاقل كمان قبل البطوله، ده غير طبعا حلقات كاس العالم اللي هنتابع فيها الاحداث لحظه بلحظه مع الاهلي. فاعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد منه، ويلا بينا. لما نيجي نجيب سيره كاس العالم للانديه فلازم الاول نذكر النادي الاهلي، وده عشان الاهلي حقق اول ميداليه في تاريخ العرب وافريقيا في نسخه كاس العالم سنه 2006 في اليابان طبعا، بس ما تفتكرش ان هي جت بسهوله كده، لا ده احنا جايبينها من تحت قوي. تعال نرجع بالزمن حوالي 20 سنه كده، وتحديدا في سنه 2005، ودي كان اول نسخه يشارك فيها الاهلي من كاس العالم. الحقيقه يعني ان التوقعات كانت في السماء من جماهير الاهلي ساعتها، وبصراحه معذورين لان الفريق ده ما كانش حد بيقدره، ولكن اللي حصل عكس التوقعات تماما. خسرنا اول ماتش قدام اتحاد جده 1-0، وبعديها رحنا لعبنا على المركز الخامس والسادس، وخسرنا من سيدني الاسترالي 2-1 وخرجنا من البطوله كسادس. واحباط كبير سيطر على الكل لان الاهلي عمره ما بيرضى بالخساره، بس جيل فيه ابو تريكه وبركات ووائل جمعه والحضري وفي محترفين زي فلافيو وجilberto اكيد مش هيسكتوا على اللي حصل، ومتعودين دايما ان الاهلي بيرجع اقوى بعد اي تعثر. وفي سنه 2006 هيوصل نهائي افريقيا قدام الصفاقسي التونسي، والذهاب كان في القاهره والماتش خلص ساعتها 1-1، والامور بقت صعبه جدا على الاهلي، خصوصا ان العوده في رادس والصفاقسي عندها افضليه الهدف خارج الديار. في العوده الماتش بيمر دقيقه ورا دقيقه وهم بيجرونا معاهم للتعادل، ولاعيبه الصفاقسي بيزيد جواهم احساس ان البطوله خلاص بتاعتهم مستحاله تفلت منهم، لغايه لما تيجي كوره من بره ال 18 لابو تريكه، وعلى طريقه القاضيه ممكن بس النسخه القديمه يشوط الكوره ويسجل هدف تريد مارك الاهلي في الدقيقه 90. عايز اقول لك ان الهدف ده من اهم الاهداف في تاريخ الاهلي، مش بس عشان كسبك بطوله افريقيا للمره الثانيه على التوالي، لا وكمان عشان الهدف ده حجز لك تذكرتك لليابان ويرجعك كاس العالم من تاني. ونرجع بقى لكاس العالم من تاني، بس المره دي رايحين واحنا متعلمين درس قاسي من السنه اللي قبليها، والفريق سافر قبل البطوله باسبوع عشان يتعود على الاجواء والساعه البيولوجيه طبعا والاكل وكل حاجه. الفريق كله كان رايح وعايز يعمل حاجه ويسيب علامه في البطوله، مش مجرد مشاركه وخلاص، والكلام ده بان في اول ماتش لينا في البطوله قدام اوكلاند. والحقيقه ان الجمهور كان قلقان جدا على ان يتكرر سيناريو 2005، بس الاهلي ما سابش فرصه للقلق ده. فلافيو بيسجل الهدف الاول بتسديده قويه، والفرقه بتمسك كوره وبتظهر شخصيه الاهلي اللي احنا عارفينها، وبعديها تريكا بيورينا واحده من بطوله وبيحط فاول جامد كالعاده طبعا عشان يخلص الماتش للاهلي 2-0، ونعدي ربع النهائي ونوصل مع بعض النص النهائي، ونيجي النص النهائي قدامنا ماتش تقيل ومش سهل قدام انترناسيونال البرازيلي. وللعلم يعني الفريق ده كسب البطوله اصلا، والاهلي لعب قدامهم جيم رجولي جدا، ضغط وهاجم ودافع وكان في فرص كمان للتسجيل، وبالفعل فلافيو بيسجل هدف ولكن بنخسر 2-1 في النهايه. لكن رغم الخساره الكل كان شايف ان الاهلي عمل اداء كويس ومشرف للكره المصريه. والله نسينا في مره في مكسب غير مستحق بدل الخساره المشرفه كل مره، بس لسه قدامنا فرصه ان احنا نعمل حاجه في البطوله. وفي مباراه تحديد المركز الثالث والرابع قدام كلوب امريكا المكسيكي، هو ازاي كلوب امريكا والمكسيك اصلا؟ اللعيبه داخله الماتش ده اكنها في النهائي بالظبط، روح عاليه واصرار على الفوز من البدايه، وابو تريكه بيفتتح الماتش بهدف اول بفاول عالمي زي اللي حطه في اوكلاند. بعدين جمله ثنائيه ما بين فلافيو وابو تريكا بيخلص الماتش بالهدف الثاني، والاهلي بيخلص الماتش لصالحه 2-1، ويقف لاول مره في تاريخه على منصات التتويج في كاس العالم للانديه. حتى لو ميداليه برونزيه بس معناها اكبر من كده بكتير، لان زي ما قلت لك ان دي اول ميداليه في تاريخ العرب وافريقيا، وطبعا متعودين من الاهلي ان هو اول حاجه في كل حاجه. برونزيه كاس العالم 2006 بعنوان امير القلوب محمد ابو تريكه، اللي كان هداف البطوله دي برصيد 3 اهداف. انا عارف ان هو جايب 4 طبعا والاكبر في تاريخ الاهلي، بس انا بقول على النسخه دي هو جايب 3 اهداف بس. الناس كلها كانت متوقعه ان هو ياخد جايزه افضل لاعب في البطوله دي، بس الجايزه راحت لديكو لاعب برشلونه. ويرجع الاهلي مصر بالبرونزيه وتستقبله الجماهير اكنهم اخذوا البطوله، والاتوبيس المكشوف يلف الاهلي شوارع القاهره في مشهد ايقوني تاريخي بمعنى الكلمه. وفي النهايه اللي حصل في اليابان 2006 ما كانش فيه اي صدفه، ده كان نتاج تعب واصرار جيل ذهبي في تاريخ الاهلي بقياده مدرب عبقري زي مانويل جوزيه. ميداليه بتلخص عقليه الاهلي التاريخيه، ان لما بيقع مره بيتعلم منها وبيقوم اقوى من الاول، وهو ده سر النادي الاهلي، نادي بيحلم وبيعافر وبيحقق. على ذكر كاس العالم للانديه 2006 في اليابان، ما ننساش ندعي بالرحمه للقائد والزعيم عمرو فهمي، الراجل اللي كان في عز البرد في اليابان كان بيقلع تيشيرته وبيقوم يشجع، واللي كان بيدفيه هو حماسه وتشجيعه للاهلي. وبس كده، دي كانت اول حلقاتنا من سلسله حدوته موندياليه، ولسه طبعا مكملين واللي جاي اجمد. فاعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك الحلقات الجديده. كان معكم اخوكم مروان ميزه، والسلام. اهلا كاس العالم للانديه في 2006 في اليابان، كان ابويا ساعتها مسافر، كنت انا اصلا لسه مولود، كان عندي سنتين، كنت 2000
بالظبط. هو كل بقى تقول لي 5 كنت انا في ماتش في كاس العالم 2008. انت كان عندي سنتين، كان ابويا طالع معايا كاس، مفيش اصلا كاس العالم، بس برضه خسرنا من سيدني والاسترالي 2-1. سيبني حالي. انت بص حبوكشه ما تهدى حبوكشه. كنت في كاس العالم 2010 في جنوب افريقيا مع ابويا، كان عندي ساعتها انا 4 سنين. دي بدايه حبي للكوره وحبي كمان للكوره المدرسه الاسبانيه بالذات. كداب والله، ده اصلا اكبر حته راحه المنشيه. حبوكشه ما تهدى حبوكشه ما تهدى حبوكشه. من امتى؟ يا عم انت، ما انا قلت لك يا عم ركز يا عم عليها. ركزت معايا هتقف. انت عمال ترقص. انا مش عارف. في ايه يا حبوكشه؟ خلي بالك حبوكشه، خش نام يا عم، ما تصورش يا عم. خش نام يا عم، ما تهزرش.